بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي أنساتي سادتي ليديز اند جنتلمان، لغز مقبرة 5 هي أكبر مقبرة بوادي الملوك وتحتوي على مجموع غرف 150 غرفة. يتوسط أحد تقاطع ممراتها تمثال لرمسيس الثاني على هيئة الأوزير، فلسفته إنه بيستقبل أولاده في العالم الآخر. طراز المقبرة مطابق لمقبرة نفرتاري وهي الأروع على الإطلاق. تم بناء المقبرة دي تكريما لأولاد رمسيس الثاني اللي ماتوا واحد تلو الآخر في حياته، حتى تولى ابنه رقم 13 مرنبتاح عرش مصر وهو في سن ال60. ومقبرة مرنبتاح موجودة في وادي الملوك. ظهر المنقبون الأجانب في الساحة المصرية في عصر محمد علي، منهم مثل جوفاني باتيستا بلزوني اللي اكتشف 8 مقابر في وادي الملوك، والإنجليزي جيمس بروتون اللي وصل مصر عام 1820 وعام 1825 وجد مقبرة رمسيس رقم 5، ووجد الشنرين أو الخرطوش الداخلي لرمسيس. ثم رحل جيمس بروتون، وبعد 75 عاما إذ بهوارد كارتر يأتي لاكتشاف المقبرة، لكنه قعد ينقب حواليها لحد ما اكتشف مقبرة توت عنخ آمون 1922، واستخدم مقبرة 5 للنفايات الخارجة من المقبرة اللي اكتشفها. مع مرور الزمن اختفى المدخل، ومع استخدام السونار والرادار عام 1985 بواسطة الدكتور كنت تم اكتشاف مدخل مقبرة 5 التي هي أكبر مقبرة بوادي الملوك وتحتوي عدد الغرف 150. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.